ممكن تخرج من تمرينة الرجل عصبي شويه نتيجه ارتفاع في هرمون التستوستيرون، بلس ان انت ممكن تطلع هايج شويه. عضلات الرجل من اكبر العضلات في جسمك، فلما بتتمرنها جسمك بيفرز هرمونات بنائيه كتير زي التستوستيرون والجروث هرمون، بس بشكل مؤقت، يعني مش بيعليهم في الدم دايما زي ما بعض المدربين بتقول. وعشان كده تمارين الرجل بتدعم وتخدم على القوه والبناء العضلي للجسم كله. التعب بعد تمرين الرجلين بيكون طبيعي علشان العضلات دي كبيره، وفوق ان هي كبيره فالجهاز العصبي بيبذل مجهود اكبر عشان يشغل العضلات الكبيره دي، عشان يوصل ويستقبل الاشارات العصبيه من العضلات، يجند وحدات حركيه كبيره في العضله، كبيره وحدات حركيه كتيره. فتخيل كده القلب بيبذل مجهود قد ايه علشان يوصل الدم للعضله اللي تحت دي اللي هي ما شاء الله كبيره قد كده، وياخد منها الدم تاني يغذيه بالاكسجين ويرجعه لها تاني يغذيه من عن طريق الرئه. قصه يعني. فبتلاقي ضربات القلب عليت حتى لو الاوزان خفيفه، فعشان كده الجهد بيبقى اعلى، بتحس فعلا ان انت تعبان بعد التمرين. وبتلاقي ان تمرينه الرجل من اسوأ التمارين علينا احنا كشباب، يعني معرفش ليه، لو تعرف قول لي في الكومنت. فطبعا انا جايب لك الحل اللي هيقلل التعب ده ويخلي التمرينه كده مش صعبه كده والواحد مستثقلها قوي على قلبه يعني. اول حاجه هناخد ضخ الدم، انك محتاج ضخ دم اقوى، محتاج نيتريك اوكسيد، فعليك وعلى السترولين او الارجينين، يعني ركز على الرمان، ركز على البنجر. قبل التمرين بساعه ونص كده، ساعتين، هتحسن من النيتريك اوكسيد، توسع الاوعيه بشكل ما، فتخلي الامر اسهل شويه، يبقى فيه ضخ اقوى، فتخلي الامر اسهل نسبيا كده. يبقى احنا حلينا مشكله ضخ الدم ووصول الاكسجين للعضلات. طب وجهازك العصبي هنعمل فيه؟ لازم الصوديوم يبقى مظبوط في جسمك قبل تمرينه الرجل وقبل اي تمرين كمان عامه يعني، بس تمرينه الرجل بالذات محتاجه بيرفورمانس عالي. فلو البرفورمانس مش مظبوط تمرينة الرجل هتقع منك وهتطلع تعبان جدا وممكن ما كملهاش كمان، غير الدوخه بقى والحاجات اللي ممكن تحصل في نص التمرين. فالصوديوم يبقى مظبوط، ده هيقوي الاشارات العصبيه. والبوتاسيوم والكالسيوم كمان مهمين مع الصوديوم. لو قدرت تظبط الثلاثه دول هيبقى انت كده معاك السر، صوديوم بوتاسيوم كالسيوم. لو ظبطت الثلاثه دول هيمنعوا معاك اي كرامبات، وهيظبطوا لك الانقباض، وهيمنعوا اي رعشه تحصل بعد التمرين او حتى اثناء التمرين، وهيمنعوا كمان ان انت تنزل سلم الجيم زاحف. بس كده صديقي، الموضوع بسيط. متنساش تسيف الفيديو واعمل لي لايك وفولو لو الفيديو عجبك. سلام.